صحيت الصبح لقيت جوزي سايبلي 20 جنيه على الترابيزة، وكتبلي ورقة صغيرة كده: عايز غدا يفتح النفس. بصيت على الفلوس وبصيت على الورقة وقلت لنفسي هو بيستهبل، بس أنا قدها. نزلت السوق وبلعبة ست بيت شاطرة عرفت أجيب اللي محتاجاه، وطلعت بيهم فطيرة بطاطس بالجبنة تخلي الواحد ياكل صوابعه وراها. يلا بينا أقولك عملت إيه من أول جنيه لحد ما الأكل طلع سخن من الفرن. المكونات: 5 أكواب دقيق، 3 معالق كبيرة سكر، 2 معلقة كبيرة خميرة فورية، كوباية مية دافية، تلت كوباية زيت نباتي، ربع معلقة صغيرة ملح، كيلو بطاطس، مكعب زبدة، ملح وفلفل، وجبنة موتزاريلا لو متوفرة زوديها في الحشوة بعد ما تبرد شوية، هتفرق معاكي جامد. أول خطوة: جبت طبق غويط دوبت فيه الخميرة مع السكر في المية الدافية، وده علشان السكر يغذي الخميرة والمية الدافية تفعلها. بس خدي بالك ما تكونش سخنة قوي علشان ما تموتهاش. سبت الخميرة ترتاح 10 دقايق على جنب، ولما لقيتها عملت رغوة على الوش عرفت إنها نشيطة وشغالة معايا زي الفل. في بولة تانية حطيت الدقيق وضفتله رشة ملح علشان تظبط الطعم، وبدأت أنزل عليه بخليط الخميرة تدريجي، ومعاهم تلت كوباية زيت نباتي. الزيت هنا بيطر العجينة وبيخليها تتفرد معاكي بسهولة، وبتديها نعومة حلوة. عجنت بقى بكل حب حوالي 10 دقايق، وكل ما تعجني أكتر العجينة تبقى أنعم وهشة أكتر. ولو حسيتي إنها محتاجة نقطة مية زودي بشويش حسب نوع الدقيق اللي عندك. ولما بقت العجينة ناعمة ومتماسكة وبتلم على بعضها غطيتها وسبتها تخمر حوالي ساعة في مكان دافي، ودي خطوة أساسية علشان العجينة تبقى خفيفة وهشة بعد الخبز. في الوقت ده كنت سلقت البطاطس، ولما استوت هرستها وهي سخنة علشان تبقى ناعمة. ضفت لها مكعب زبدة ورشة ملح وفلفل، وطعمها لوحده كان حكاية. ولو عندك جبنة موتزاريلا زوديها في الحشوة بعد ما تبرد شوية، هتفرق معاكي جامد. بعد ما العجينة خمرت وبقت منفوخة وجميلة خدت منها كورة كبيرة وفردتها على شكل دايرة. فردت فوقها البطاطس ووزعتها كويس، وبعدين حطيت شوية جبنة فوقها. قفلت العجينة من كل الاتجاهات وكورتها وفردتها تاني على شكل دايرة أكبر. عملت خطوط خفيفة على الوش بشكل مربعات كده علشان تدي شكل حلو بعد التسوية. دهنت وشها بصفار بيضة، ولو مش متوفر ممكن لبن أو نقطة زيت. دخلتها فرن سخن مسبقا على حرارة 200، وسبتها حوالي 30 دقيقة لحد ما لونها بقى ذهبي وتحفة. طلعتها والريحة واو! العجينة هشة وطرية، والحشوة ناعمة وسايحة، وطعمها يفتح النفس فعلا. تبان شيك واقتصادية.